يا صباح الفل، عاملين ايه يا بنات؟ وحشتوني. قال نبعت نجيب صينيه جلاش كده من عند المحل اللي جنبنا بتاع الحلواني ده. قالوا لي في ب45 وفي ب65 وفي ب110 كمان، ومحلات ايه يعني على قديها. قلت لهم لا، هاتولي لفه بقى كده، لفه جلاش حلوه من ام 15 جنيه دي، وانا بقى اتصرف من اللي عندي. قالوا لي هتعملي ايه يا ماما؟ قلت لهم انا هعمل لكم انا حاجه حلوه. كان جاي لهم صحابهم وقالوا لي ده جايين بعد نص ساعه. قلت لهم وايه يعني، ايه المشكله يعني نص ساعه؟ الجلاش ما بياخدش حاجه في الفرن اصلا. جبت الحمد لله كده، كانت صبحه يعني، ما استنتش بقى ايه ولا تفك ولا اي حاجه. هفردها كده وابدا بقى اعمل ايه، صينيه جلاش حلوه هتشرفك. لو عندك عيد ميلاد، لو عندك عزومه، لو عندك ضيوف على غفله، تعمليها كده للولاد بالليل وهم قاعدين بيذاكروا. حاجه كده بتتعمل يعني والله ببلاش يعني. لفه الجلاش ب 15 جنيه، وهعوز بس سمن وهعوز اي مكسرات عندك وبس على كده. هنا كان عندي حبه فول سوداني، على حبه جوز هند، على حبه سكر، سكر عادي مش مطحون ولا اي حاجه. وبس خلطتهم على بعض، وبس اديت لي الفول السوداني ضربه في الكبه كده. وبس كده امسك بقى ايه صينيه الجلاش بتاعتي بقى عشان تبقى مورقه وحلوه. لازم تدهنيها كويس قوي بالسمنه. طبعا السمنه البلدي بتبقى في الحلويات حكايه والله يا بنات، بجد بتبقى تحفه. طبعا دي مش سمنه بلدي، دي سمنه على سمنه علب. بخلط الاتنين على بعضيهم عشان خاطر السمنه البلدي هتخلص مني الصراحه يعني. فقلت ايه اعمل دي على دي، مش هيحصل حاجه. حطيت كده ومسكتهم، بس سيحتهم كده عشان كانوا مجمدين شويه، وبعد كده يفكوا معاكي ويبقوا زي الفل. امسك بقى إيه كده، ايه رق كده، ورقه ورقه من الجلاش. تعملي ورقه، تعملي ورقتين حسب الجلاشه اللي معاكي. الرقاق اللي كان معايا الورق بتاعه سميك شويه، فكنت بعمله واحده واحده. كان حلو الصراحه ونوعه جميل. امسك كده احط الاول السمنه، وابدا بقى ايه احط المكسرات بتاعتك. مش عايزاها بمكسرات، عادي بسكر بس. بس على كده طريقتها سهلة جدا. الفيديو ده عشان خاطر مش طريقة الجلاش، انا عارفة ان انتوا شاطرين جدا، وعارفة ان انتوا ما شاء الله عليكم ستات بيوت. بس ده عشان خاطر ايه، ان احنا نمشي نفسينا باي حاجة عندنا. مش لازم نبعت نشتري من بره حاجة مكلفة بالشيء الفلاني، مش عارفة بالسعر ايه. لا، اعملي في البيت حاجتك، كيكة، بسبوسة، جلاش. والله هتظبط معاكي قوي. المرة دي طلعت حلوة، المرة الجاية هتبقى أحلى وأحلى كمان. مفيش حاجة صعبة. أنا قصدي كده، قصدي إن إحنا نمشي نفسنا يا بنات في ظل الغلا اللي إحنا فيه ده. أقل حاجة من بره بكام؟ مش عشان صينية جلاش بس ولا صينية حلويات بس. الأكل عامة، الفراخ بره بكام؟ اللحمة بره لو جبتيها جاهزة بكام؟ لا، اعملي حاجتك في البيت والله بجد بتبقى أوفر وأنضف. وسبحان الله بتبقى فيها بركة كده يعني. عايزة أقولك إن الصينية دي فاض منها إيه ما شاء الله. أنت لو جبتي من بره والله كام صف كده، ما تعرفيش معمول النهارده معمول امبارح. مين اللي عمله، مين اللي غسل ايده، مين اللي مش عارفه ايه الكلام ده كله. فعشان كده بقول لك، المقصود من الفيديو ده مش الطريقه، لا، المقصود اللي احنا نعمل نشتغل نفسينا في اي حاجه يعني. في اي حاجه ايه بقى، سواء اكل شرب لبس، اي حاجه عندنا هنلبسها، اي حاجه عندنا هنوفرها. وهنعمل من حاجه مش موجوده لا حاجه موجوده وحلوه قوي. في اللبس برضو عايزه اقول لكم ان مش لازم نجيب اللبس الاسعار الشتوي بقى يا بنات. كل سنه وانتم طيبين، داخل علينا موسم الشتاء، فبجد الاسعار غاليه جدا جدا. لا احنا مش لازم على فكره نجيب، احنا نهتم بالحاجه المهمه فالاهم. مش انا عندي لبس لا اروح اجيب عشان خاطر الموضه، عشان خاطر لا ده جديد، لا ده اللي فيه لبس موجود خلاص عادي مش لازم اجيب على فكره. وعلى فكره الطرحه بتغير اللبس كله. والله الطرحه بالشنطه بالشوز، كل ده بيغير. انت ممكن تبقي لابسه الطقم مرتين ويبان لك اللي انت يعني ايه لابساه كذا، يعني عندك كذا حاجه منه. ممكن يبقى عندك طقم هو واحد بس، ويبان لك اللي انت عندك كذا حاجه من ايه. هتنسقي طرحته، هتنسقي الشوز بتاعه، هتنسقي الشنطه بتاعته، وهيبقى عندك احلى حاجه. هو ده المقصود من الفيديو، مش طريقه عمل جلاش او طريقه عمل بسبوسه لا. زي ما قلت لكم احنا كلنا ما شاء الله علينا شاطرين. المقصود ان احنا نعرف نمشي نفسينا في في بقى ميزانيه البيت، في المنظفات، كذا حاجه. انتوا عارفين الميزانيات دي بتبقى كذا بند بقى. انا اتكلمت عليها قبل كده بس مش بالتفصيل الصراحه. لو عايزين نتكلم بالتفصيل، لان بجد الظروف الايام دي يعني مع المدارس مع كل حاجه، كل حاجه عايزه ميزانيه. ميزانية السندوتشات، ميزانية الفطار، ميزانية المصروف نفسه. لو عايزين نعمل فيديو بالتفصيل كده وبرضو انت تقولي فكرتك وانا اقول فكرتي ونساعد بعضينا، على اساس ان الدنيا تمشي. غلا
كل حاجة غالية وكل حاجة بقت صعبة الصراحة. بس عادي، احنا هنمشيها برضو، هنمشيها ببركة ربنا، والحمد لله ان احنا ايه، يعني ان احنا وصلنا للمرحلة دي بجد والله العظيم. طول ما احنا قاعدين نقول الحمد لله. طبعا انا هنا كنت بقى ايه، بحط كده سمنة كده من على وش، وهبدأ بقى ادخلها الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني. هتطلع حكاية والله بجد، كانوا هيتجننوا عليها يا بنات. كانت حكايه الصراحه. انت دلوقتي بتنزلي السوق بجد يعني بال 200 جنيه انت ما بتبقاش عارفه تعملي ايه، تشتري ايه ولا تشتري ايه. وتبصي تلاقي نفسك جايبه حاجات بسيطه جدا وصارفه فلوس قد كده. يعني بجد الموضوع عايز مش حكمه، لا هو الحكمه موجوده وكل حاجه، بس عايز بقى ايه، تركيز. التركيز اللي هو ايه، حاجه اجيب الحاجه المهمه، الحاجه المهمه، وبعد كده بقى ايه الحاجه ايه اللي انا مش محتاجه بعد كده. ولازم نيجي على نفسنا شويه واحنا اللي ننزل نجيب حاجتنا. لو اتصلتي بالسوبر ماركت هتبصي تلاقي نفسك عماله تجيبي في حاجات وتدفعي في حاجات، وممكن حاجات اصلا انت ما كنتيش محتاجاها بس جبتيها وهي موجوده عندك بس انت مش محتاجاها. لا، اجي على نفسي شويه وانزل. لو السوق مثلا قريب منك اروح للسوق البعيد شويه، لو ارخص شويه صدقيني هتلمي كله بفلوس، برضه هتبقى فلوس كتيره مش قليل، بس هتلاقي نفسك لميتي حاجات كتيره ارخص من اللي كنت هتجيبيها من السوبر ماركت. انتوا عارفين السوبر ماركت الخضار بتاعه او الحاجات دي كلها عامه بتبقى غاليه شويه عن السوق. لا، انزل انا اتعب نفسي معلش شويه وانقي حاجتي ان شاء الله مره واحده في الاسبوع. والله بجد هتوفري على نفسك كتير قوي. وحاولوا ما تنزلوش السوق كتير، نزولوا السوق كتير يا بنات هتصرفي وهتجيبي وهتكلفي. لا، انزلي مره واحده في الاسبوع، اخر الاسبوع كده تبقي عامله الميزانيه بتاعتك مثلا، وهي الفلوس دي اللي هنزل بيها بس. تبقي كاتبه ورقه كده، بس انا هنزل بالفلوس دي. نقرص على نفسنا شويه ونيجي على نفسنا معلش. ساعات عينيكي كده بتروح لحاجات، لا تمسكي نفسك كده، الاهم فالمهم. هتنزلي وتبقى معاكي الورقه طبعا، تجيبي الحاجه اللي مكتوبه بس وعلى قد الفلوس، ما تاخديش فلوس زياده. لو خدتي فلوس زياده هتجيبي وهتلاقي نفسك بتصرفيها، وتروحي البيت بقى مش هتعرفي تكملي الميزانيه بتاعت الاسبوع اللي وراه. فعشان كده انا بحب الميزانيات اللي هي بالاسبوع دي، بتبقى سهله على فكره، بتبقى سهله وبتسهل لك الشهر. بتسهل لك اللي هو ايه، لما تعملي ميزانيه 4 اسابيع في ال 30 يوم بتبقى سهله جدا. والله في حاجات صغيره كده احنا يعني لو عملناها هتتلم الدنيا معانا شويه. طبعا انا ما اتكلمتش معاكم بالتفاصيل، لو عايزين نعمل فيديو ان شاء الله بالتفصيل بالورقه والقلم كده بقى، ونعمل ميزانيه اللحوم وميزانيه المنظفات يا بنات. دلوقتي بقت نار، اسعارها غاليه جدا. وبقى البديل بتاعها الصراحه اللي هو الاكياس اللي هي بتاعت اللي بتتباع عند اي محل نظافه او اي سوبر ماركت، اللي هو بقى ايه، تعملي شامبو، تعملي رابسو صابون اوتوماتيك اللي هو الجل ده، وصابون المواعين. الصراحه انا جربت حاجات منهم كتيره جدا، لو عايزين انزلها لكم تمام ماشي، اكتبوا لي بس في التعليقات وان شاء الله انا هنزلها لكم ونشوف مع بعضينا ونحل، وان شاء الله ربنا ييسر لنا الحال كده يا رب. لو وصلتي لحد هنا بقى ما تنسينيش في اللايك والشير، وادعوا لي دعوه حلوه كده بصلاح الحال، وربنا يهدينا يا رب ويهدي ولادنا جميعا، ويجعله كده عام سعيد علينا كلنا يا رب. ويا ربنا كده مع اولادنا، اللهم امين يا رب. استودعكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.